قالوا إنها بكت وشافوا ده بعينيهم، بكت بسبب الأحداث السيئة اللي بتحصل في العالم. أقاويل منتشرة عن تمثال السيدة مريم في المكسيك، فهل الأقاويل دي صحيحة ولا لأ؟ إيه هي الأحداث اللي زعموا إنها بكت بسببها؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. حالة من الجدل منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الكل بيتكلم على تمثال السيدة مريم اللي قالوا عليه إنهم شافوه وهو بيبكي دموع حقيقية، وكمان صوروا ده صوت وصورة. الأمر غريب وإن صدق فدي واحدة من الأشياء الخارقة في الطبيعة، بس ده إن ثبت فعلا حدوثه، لأن كل اللي اتقال مجرد أقاويل قالوها ناس على مواقع التواصل الاجتماعي، وكمان نشرتها مواقع إخبارية كبيرة زي نيويورك تايمز كده وغيرها من المواقع كمان. احنا بقى نقلنا عن المواقع دي كلها عشان نشوف مع بعض أصل الحكاية. اتضح إن تمثال السيدة مريم موجود في المكسيك يطلق عليه اسم دولاريس. التمثال ده مغطى بالزجاج من بره، ويبدو كده إن قطرة ماء تخرج من عين التمثال وتسيل على وجهها، وده الوصف اللي وصفه بالظبط موقع نيويورك بوست الإخباري. الفكرة إن الموقع بيقول والعهدة عليه طبعا إن دي مش أول مرة يحصل كده مع تمثال السيدة مريم، بيقولوا إن تماثيل كتير عملت كده، تماثيل ظهرت وكأن عينيها بتبكي دموع. طب إيه بالظبط اللي خلى التمثال ده يبكي كده؟ وفقا للمتاح من المعلومات اللي ذكرها موقع نيويورك بوست الإخباري، فالتمثال الأخير بكى من شدة الأحداث السيئة اللي بتحصل في العالم كله. في أحداث صعبة كتير دلوقتي بتحصل في كل مكان في العالم، وده اللي خلى التمثال يبكي، وده على كلامهم هم كمان، واختصوا كمان بالتحديد الأحداث اللي حصلت في منطقة كوليما، ودي منطقة مشهورة بالأحداث السيئة جدا. طب هل وقعة التمثال ده فيها شك ولا لا؟ الحقيقة إن في اللي شككوا في الواقعة دي. أستاذ الكيمياء الإيطالي كيفنتورينو قال إن اللي حصل للتمثال ده مش بكاء ولا حاجة، وما حدش يفتكر إن ده بكاء خالص. كل الحكاية إن التمثال مصنوع من مادة عالية الامتصاص للرطوبة، ويمكن المية اللي خرجت دي ناتجة عن كده. ده كمان شرح نظرته العلمية بالتفصيل الممل، حكى إن التمثال ده في الأغلب مصنوع من الجبس أو السيراميك والمغطى من الخارج بطبقة مقاومة للماء، وعند ملء التمثال بالماء من خلال فتحة غير محسوسة في الأعلى، فالمادة المسامية دي هتمتص المية، وبعد امتصاص المية طبعا عند خدش جزء بسيط من التمثال عند العين يمكن أن يخرج الماء من الجزء ده في شكل يشبه الدموع. لكن لحد هنا ونكون وصلنا لنهاية المعلومات المتاحة عن واقع تمثال السيدة مريم في المكسيك، واللي قالوا عليها إنها بكت من عينيها دموع احتجاجا عن اللي بيحصل في العالم من مشاكل وأزمات ملأت المنطقة كلها. في النهاية بقى انتم ايه رأيكم في الكلام ده؟ هل متفقين مع اللي اتقال ولا لا؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات.